هل الخوف بيخلق أوهام ممكن توقعك في فخوخ الظلام؟ الخوف من أكتر الأشياء ومن أكتر المخاوف اللي بتفتح لك بيبان انت في غنى عنها. شياطين الجان ما بيعرفوش يدخلوا لأي إنسان إلا في حالات الخوف الشديد، فممكن في حالة الخوف الشديد يخلي قرينك يعبث بيك ويسبب لك هلاوس سمعية وبصرية وعقلية، ويخلي عندك وسواس قهري يخليك تشك في كل حاجة. قلتها لكم وهقولها لكم وهقولها لحد ما اموت، انت نفسك بوابة لمرور كائنات الظلام، فاحذر ان تخاف غير من الله. يا راجل ده بيعبث بيك وانت قاعد وخايف منه. لو حصل اي حركة حواليك واتخضيت بيقعد يضحك عليك وبيسخر منك، ولو أفورت في خوفك وزودته هتكون انت اللي فتحت له الباب لمروره من خلالك للعبث بيك وبقرينك، لأن مفيش شيء يستاهل الخوف تاني وتالت ورابع إلا رب العباد. طب ازاي يا سارة نعمل ده؟ لو انت تيقنت وآمنت وسلمت بأن لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونمت على مخدتك وانت مؤمن ومسلم بقضاء وقدر الله، عمر ما في أي مخلوق من هذه المخلوقات هتقرب منك. فالخوف باب من بيبان الشياطين، اوعى تفتح له الباب، لأنك لو فتحته له هيمرضك بأمراض الوسواس والظلام والأفكار السلبية، ومش هتعيش حياة طبيعية. سلم لرب العباد وأؤمن بقدره، مش هيصيبك إلا اللي كاتبه. يا رب تفهم. لمن يدرك.